صباح الخير، صباح يوم الجمعة. لازم كده نعمل فطار مختلف كده عن بقية الأسبوع. عشان نحس باختلاف. النهاردة كده صحيت بدري شوية قبل صلاة الجمعة وقلت أعمل كده نسكافيه، وقبل كده ما أبدأ في الفطار بقى بعد يعني الفطار اللي هو بيبقى بعد صلاة الجمعة ده. هنا بقى طلعت مضرب النسكافيه بتاعي اللي هو ماركة سيتي، قلت اجربه معاكم. جبت كوبايه كده ازاز، حطيت نسكافيه، معلقه نسكافيه ومعلقتين سكر وشويه ميه كده صغيرين. وبعد كده كنت بضرب النسكافيه زي ما انتم شايفين كده، عمل رغوه كتير قوي. الحمد لله، يعني بصراحه منتج حلو. وبعد كده حطيت لبن ساقع، عايزه تحطي لبن سخن يعني ده الافضل، بس انا حطيت لبن ساقع. وبعد كده كان عندي كيكة كده موجودة في العلبة، ان شاء الله اعملها معاكم برضو الفترة اللي جاية. عايزة اعمل معاكم حلويات وافكار كده. طلعت بقى الكيكة، قلت افطر كده واستريح لحد بعد صلاة الجمعة كده نعمل الفطار بقى التقيل بقى والبيض والحاجات دي. هنا بقى بدأت بقى كده نعمل فطار. لقيت عندي هنا شوية زيتون كده، حطيتهم في العلبة بتاعت ايكيا. وعندي برضو العلبة دي بحبها قوي، المفروض ان هي كانت فيها تقسيمات كده للبيض، عشان كده عليها رسمة بيض. بس انا عايزة اقولكم انا بستخدمها للجبن، عشان هي كبيرة كده بحط فيها قالب الجبنة اللي هو بيبقى الفيتا. وقلت بقى عايزة اعمل بيض كمان، طلعت بيضتين كده عملتهم في طبق. جبت شوكة برضو قلبتهم. بصوا هنا لقيت ايه بقى، لقيت علبة جبنة كده كانت موجودة في التلاجة، ماركة كده مش معروفة. فقلت يعني ايه نحطها مع علبة الجبنة، لان طول ما هي مقفولة كده ما حدش هيجي يستخدمها يعني. وقلت اقطع بقى كده قوطة وفلفل اخضر، حطيتهم مع البيض كده وملح وفلفل. بعدين بقى ايه، قلت اقطع العلبة دي. انا كان عندي اصلا جبنة ملح خفيف، فقلت يعني ايه احط دي كمان كده، كنت واخداها يعني بواقي فلوسي وكده. بصوا بقى، يعني مهمة قوي ان انتي لما تقطعي الجبنة تقطعي كل الجوانب بتاعتها، بحيث ان انتي تفضل معاكي قالب سليم. عايزة تقطعيه مكعبات، عايزة تقطعيه اي حاجة، بصوا زي ما انا كده وطلعتها قالب سليم، بيبقى شكله اشيك يعني. وانتوا تاخدوا بقى بمعلقة مثلا في الطبق بتاعكم كده. كنت محضرة جبنة رومي وافنتي ولانشون فراخ. بعد كده جبت حتة زبدة كده في طاسة على النار، استنيت لحد ما تسيح كده وحطيت البيض والملح والفلفل. انا مش بعمل بكميات يعني، عشان خاطر في جبن اصلا، فما محتاجتش ان انا اعمل بيض كتير. حتى الفلفل انا ما كملتش فلفلة كاملة يعني، اصلا عملت جزء كده كنت شايلاه من قبل كده في ورق استريتش يعني. حضرت الطبق كده وحطيت البيض. وهنا بقى كنت بطلع العيش عندي من الفريزر، لقيت عندي عيش فينو وعندي عيش بلدي، فقلت ايه اطلع ده وده. تمام. وادي المفرش اللي هو اللي بيترمي، طلعته اهو. كنت بقص، انا ما باخدش مفرش كامل يعني، بحاول اقسم المفرش الواحد على مرتين، لان انا بستخدمه في الفطار وفي الغدا وفي العشاء. فعشان يقضي معايا كل ده لازم ما استخدمش
الواحدة كاملة. تمام. دي برضو يعني حاجة فكرة حلوة في التوفير يعني. بعد كده قلت نحلي بقى. انا بحب كل حاجة تبقى جاهزة، يعني اول ما نخلص الفطار كده نلاقي حاجة نحلي بيها. قطعت مانجا، مفيش اسهل بقى من ان انتي تقطعي مانجا. قلت حاجة كده سريعة بدل ما لسه اعمل جيلي ولا اعمل كريم كراميل او كده. مجرد قطعتهم وحطيتهم في كاسات. ساعات بحطهم في علبة ازاز واشيلهم بقى في التلاجة وكده. بس المرة دي بقى كنت مستعجلة وقطعتهم على طول على الكاس على طول. تمام، خلصت كده تقطيع. لازم كده يوم الجمعة تغيري في المود كده في الاسبوع عشان خاطر تبداي اسبوع جديد. وحطيت الشوك. ممكن تاكلي المانجا بالمعلقة بس انا بفضل يعني بشوكة. وهنا كان عندي شوية لب كده سوري، قلت نقزقز فيهم بقى وكده ونتفرج على حاجة على التلفزيون وكده يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم.